تشيز كيك بقلاوة، وحدة من أهم الوصفات اللي عملتها هاي السنة لرمضان، خاصة للعزايم، عظيمة جدا. يلا نعملها. على الميكسر رح ننزل بكريم تشيز أو جبنة الكريمية 450 جرام، أو حوالي ملعقتين طعام. ورح ننزل بالسكر وثلاث بيضات وملعقة من الفانيلا ودقيق القمح حوالي 2 ملعقة يعني، و70 مل من كريمة الحلويات، ورشة ملح كتير صغيرة. راح نشغل عليهم لحد ما يمتزجوا مع بعض، ولحد ما يصيروا ناعمين جدا جدا جدا، هيك يعني بالضبط. طيب شو راح نعمل؟ راح نجيب 8 ورقات بقلاوة أو 8 ورقات كلاش، هاي العجينة الجميلة الخفيفة. طيب راح نطوي ورقتين ونحطهم هيك بشكل زائد، ونحط عليهم سمنة، يعني راح نعمل زائد وعكسه زائد، إشارة زائد إشارة زائد. يا رب تكون واضحة، يا رب كون يعني قادر وصل هاي الفكرة بهالبساطة. يعني راح نعمل قاعدة يعني كتير سهلة، إشارة زائد وإشارة زائد. وما راح ننسى السمنة، راح نحط سمنة على عجينة الكلاش أو البقلاوة، راح نحط سمنة على الأطراف، سمنة نباتية أو حيوانية، أنا حطيت حيوانية. طيب شو راح نعمل هلأ؟ راح نحط القاعدة هي عبارة عن لوز وكاجو وسكر ناعم، 2 كوب من المكسرات، ممكن يكون فستق حلبي. طيب راح نحط المزيج على القاعدة اللي عملناها، ونحاول هيك نظبطن. ولا تخلوا ورق الكلاش تحت المزيج، لا كله على الأطراف، كله على الأطراف. ضربتين وعلى الفرن لمدة ساعة على حرارة 170 بالرف الوسط. وبعد ساعة لما تستوي راح نفتح الفرن ونطفيه ونخليها بالفرن تهدى نص ساعة. بعد 6 ساعات بالثلاجة هذا الشكل، وهي النتيجة النهائية. راح نحط عليها شوية شربات أو قطر وشوية مكسرات، أنا حطيت فستق حلبي. لا تنسوا تعملوا لنا فولو وتشاركوا هاي الوصفة مع الأصدقاء وتحفظوها. صحتين وعافية.